إلا الله محمد رسول الله. سؤال أخي عمر الثالث إذا لصاحب فضيلة ليأذن لي أن أضمه إلى سؤال العبود من تويتر، يقول: الصوفية يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، أرأيتم صاحب الفضيلة إن كان أخي الكريم عمر رأى أحدا مثلا عرف أنه من الصوفية أو من أئمة الصوفية، هل له أن يصلي وراءه؟ ثم سؤال آخر أيضا مبني عليه: إذا كان في بلد أو في منطقة لا يعرف هذا الإمام أو ذاك، هل يسأل يمحك يبحث عن أصله هل هو من السنة أو لا حتى يصلي وراءه؟ بالنسبة للصوفية، الصوفية هي من طوائف متعددة وينسبون إلى صوف بن طابخة وفي ذلك، واشتهر عنهم هذا الاسم، وقيل إنهم يسمون بالصوفية للبسهم الصوف وتقللهم من اللبس الحزن وكذلك أيضا الترفه وإلقاء التفت، وإنما يتخففون من ذلك فسموا بهذا الاسم، على خلاف عند العلماء في أصل التسمية، وهم على مراتب. منهم من العلماء من يتجوز في التسمية في هذا فيسمى مجرد الزهد وشديد الورع يسميه في ذلك تصوفا. كذلك أيضا مبالغة في العبادة يسميها بعض المترجمين من العلماء يسميها تصوف، وهذا فيه نظر من جهة الإطلاق على مذهب أو نحو ذلك، لكن ترخص بعض المترجمين وبعض الأئمة الذين يكتبون في السير وفي تراجم الرجال ونحو ذلك في مثل هذا، خاصة المتأخرين، هذا من الأمور التي فيها نظر، حتى جعلوا بعض الصحابة يجعلونهم متصوفة باعتبار أنهم أهل عبادة ونحو ذلك. هذا من الأخطاء في إقحام مصطلحات ربما تحدث إرباكا في معنى هذا اللفظ الذي تشتهر به الطوائف. الصوفية هي طوائف متعددة العقائد ومتعددة المشارب، هي التصوف هو جانب يتعلق بجانب السلوك والعبادة، وهناك من غلا في هذا الجانب وأدخله في جانب الحلول، وكذلك أيضا توصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك، ومنهم من يتوسط بين هذه الطرق. منهم من يستغيث بالله عز وجل ويتوسل أيضا بالقبور والأضرحة ونحو ذلك. توسعت هذه المعاني خاصة في زماننا، فنقول إنهم على طوائف متعددة، لا يستطيع الإنسان أن يطلق حكما واحدا على الصوفية بجميع مراتبها، ولكن نقول ينبغي للإنسان أن يلتزم بالسنة، سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه حقيقة العبودية التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذه هي الهدي الذي أمرنا الله عز وجل به باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي قول الله جل وعلا أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا سبيل الله عز وجل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك به، لا بآراء الرجال وأذواقهم ونحو ذلك. فنقول إنه ليس للصالحين زي محدد، وإنما للمؤمنين زي يختلف عن زي الكافرين، فيلبس كألبسة الناس، وكذلك أيضا يفعل كما يفعل الناس، ويسكن كما يسكن الناس، لا يتميز عنهم من غير سرف ولا مخيلة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فنقول حينئذ إن الإنسان في ذلك يلبس كسائر الناس من غير مبالغة كمشابهة أهل الدنيا الذين يركنون إليها، كذلك أيضا من غير المبالغة في مثل هذا بحيث يصل الإنسان في ذلك إلى سكنى البراري أو ما يسميه بالخلوة أو مثلا عدم الأكل لأيام معدودة ونحو ذلك، حتى يخلو الإنسان فيما يزعم بربه، أو مثلا يكون على جو معين فيردد ذكرا معين بترانيم أو ربما تكرار معين ولم يرد به الدليل، فإنه إذا بلغ حدا معين أو بلغ أيام محددة خلا بالله عز وجل أو وجد كشفا وبلغ مرتبة لا تجب عليه في ذلك العبادة. فنقول هذا كله من الخرافات، هذا من الخرافات التي وضعها الخرافة. التمسك هي بالسنة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه من المتأخرين في العلماء، منهم من يضل ومنهم من يزيغ في ذلك، ومنهم من يوفق إلى السداد والطريق في ذلك، وهذا هو الهدي. فإن مسؤولون يوم القيامة ماذا أجبنا المرسلين، لا ما أجبنا العالم الفلاني وصاحب الطريقة الفلانية. أما شق السؤال الثاني وهو إذا دخل بلدا من البلدان ولا يعلم هذا البلد من فيه، نقول إذا كان هذا البلد الأصل فيه أنهم أهل سنة فيصلي ولا يسأل، فإن السؤال في ذلك نوع من التنطع إذا كان الأصل في ذلك أنهم أهل سنة. وأما إذا كان الأصل فيه أنهم أهل شرك، وأن الأصل في القبور في المساجد في هذا البلد أنها قبور وأضرحة ومزارات، فنقول حينئذ يستوثق ويسأل عن أصحابها وأئمتهم في ذلك احتياطا لدينه.